صلوا على الحبيب قلبك يطيب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده جايبه لكم ترند جديد، وهو ايه؟ البليله بالسحلب. البليله بالسحلب ده بقى الترند ده مكسر الدنيا، فقلت لازم انا اجربه واعمل لكم على طول. هنا بقى رحت كده عند العطار، جبت بقى نص كيلو كده قمح، اللي هو البليله. النص كيلو برضو بيرمي كتير قوي على فكره يا جماعه، فما تستقلهوش يعني. ونقعته كده قد ساعتين ثلاثه. لو عايزه تسيبيه من بالليل يبقى يستحسن لو انت مش مستعجله عليه. بس بما ان انا بقى هنا عندي ولادي مستعجلين عايزين ياكلوه، فقلت يلا اعمل لهم بقى دلوقتي. اغير ميته واحط له ميه نضيفه وهسيبه على النار. طبعا هنا بقى ايه، جبت نص كوبايه من الرز. برضو غسلاها ونقعها، يعني هنغسل دلوقتي وننقعها كويس. واقوم ايه، هضيفها دلوقتي على على البليله. تمام. هنا كانت البليله اهي. قلت بقى احط معاها الرز عشان انا عايزه الرز ده يتهري خالص، ما يبقاش باين مع البليله. ده بيعطيله بقى سمك وطعم حلو قوي. ماشي، هسيبها بقى كده تستوي على مهلها على نار هاديه. هنا كانت خلاص بقى البليله بدات تخش في مرحله التسويه اهوت. هجيب بقى هنا ايه، عود قرفه كده. بلاش بودره عشان البودره بتغمق البليله، اللون يعني. فاحنا عايزين بس طعم، مش عايزين لون. وهنزل هنا كده بكيسين فانيليا. لو عندك سايله ماشي، عندك اكياس ماشي، يعني اللي موجود عندك حطيه. القرفه يا جماعه والفانيليا بيعطي راحه حلوه قوي. طبعا هنا بقى جبت هنا ايه، 3 معالق كبار سحلب ساده. سحلب ساده من غير مكسرات من غير حاجه. لو ما لقيتيش سحلب ساده عند العطار، تقدري تجيبي الكيس، بس تحوشي منه المكسرات اللي فيه، وما يكونش فيه سمسم ولا اي حاجه. وتنزلي بقى كده بيه ب3 معالق كده على البيله بتاعتك. وايدك فيها قلبيه على طول عشان ما يكلكعش منك. لو خايفه يكلكع منك، تقدري تفكيه بميه الاول وبعد كده تقومي حطاه عشان تضمني انه ما يكلكعش منك. بس انا الحمد لله ما كلكعش مني ولا حاجه. تمام. ايدك بقى كده فيه على طول كده ايه، تقلبيه عشان خاطر ما يشوطش منك من تحت. تمام. طبعا هنا بقى ايه، قمت جايبه كمان، كان لسه عندي باقي من الكريم جانتيه الساده. جبت بقى هنا برضك معلقتين كبار كريم جانتيه ساده من غير سكر. لو عندك اللي هو كريم بالسكر، كريم جانتيه بالسكر تمام برضه، مش هيقول لا. بس انا كان لسه عندي من بقيه الرز بلبن لو تفتكروا. وهنزل بقى دلوقتي كده بيه على على البليله على طول. بس انا هفكه الاول بشويه ميه. وهنا خلاص كنت نزلت بقى كده بيها على البليله. وقلبي بقى ايدك فيها على طول عشان خاطر زي ما قلت لك ما تشوتش منك، عشان الحاجات دي بتتقلها، كل ده نشا بيتقل البليله. بصي البليله عامله ازاي، يعني تحس ان انا كانها محطوط عليها لبن. والله مش محتاجه لبن. وجميله بقى، والريحه مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، جميله جدا. هنا خلاص كانت استوت اهيت. بصوا بقى عملت وش ازاي جميل تحفه. والريحه بقى والطعم خطير. جربوه بس ان شاء الله ومش هتندموا. اهيت. تعالى بقى دلوقتي كده بقى ايه، نغرفها ونقدمها لكم. ان شاء الله يا رب تعجبكم. بص بقى البليله بقى وجمالها. يا خراشي يا ناس. الطعم حكايه حكايه. هنا بقى كان عندي زبيب وجوز هند، وكنت حاطه بقى ايه، معلقه قشطه برضك، بس ساحت بقى من كتر السخونيه بتاعه البليله، انا ما قدرتش اظبط بصراحه. قلت لازم انا اكلها دلوقتي. انتوا عارفيني في الحاجات دي ما بستناش. فيا رب يكون عجبكم واليوم يكون عجبكم، واشوف وشكم على خير. باي باي.